الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث من مواقع الشرف ومن أماكن الرباط، وبين رجال تتحدث أفعالهم قبل أقوالهم، قد لا يعرفهم الناس لكن الله يعرفهم، ولا تتحدث عنهم الألسن لكن ملائكة الحسنات بإذن الله ترصد حسناتهم. معركتنا مع العدو لن تكن معركة يوم أو ليلة، لأن الله جعل سنة الصراع بين الحق والباطل قائم إلى قيام الساعة. منذ أن أمر الله إبليس أن يسجد لآدم فرفض بدأت تلك المعركة، والبعض منا اليوم قد يسأل والأسئلة كثيرة: متى نصل صنعاء؟ ومتى تغرد بلابل الشرعية على تباب صنعاء؟ ومتى تعلن الشرعية اندحار المخلوع والحوثي من على صنعاء؟ أقول قضيتنا ليست دخول صنعاء بقدر ما أن نتعلم أن المعركة بين الحق والباطل قائمة. سلوا التاريخ كيف كانت غزوة الأحزاب، سلوا غزوة بدر، سلوا أحد، سلوا ذات الرقاع، سلوا ذات السلاسل، سلوا القادسية، سلوا كل مكان. نحن أمة أعلنا أن الرباط واجبنا، نحن على قضاب مريس وتبابها نحارب وندافع من أجل قضية ومشروع أمة. لم نتحدث عن قضية مذهبية أو مناطقية أو سلالية أو عنصرية، إنما نتحدث عن قضية أمة. مشروعنا قائم، ولهذا أراد الباطل ألا نكون. سلوا الأمم المتحدة لما استطاعت أن تقرر قرارها على العراق فدمرتها وسلمتها، وادعت بالتهمة أن لصدام أسلحته. ثم سلوهم لماذا تأخروا عن الوصول لإيران والسلاح موجود والمفاعل موجودة؟ ذاك لأن إيران تعيش في صف الباطل وخشية أن العراق تعيش في صف الحق. سلوهم لماذا انقلبوا على مرسي وقتل الآلاف واعتقل عشرات الآلاف، وهيئة الأمم ساكتة صامتة على انقلاب قضى على شرعية معترف بها، لأنه صراع بين الحق والباطل وأرادوا أن يبقى الباطل سيد الموقف. سلوهم أين تطبيق قرار 22/16 الذي أعلن أن المخلوع والحوثي ومن معهما معرقلون؟ بل تعجبوا، بن عمر يبحث عن معرقل في صعدة، بن عمر يبحث عن معرقل ورئيس الجمهورية معتقل، بن عمر يبحث عن معرقل والحوثي يدخل بأسلحته صعدة، ثم يأتي وريثه ابن الشيخ ليبحث عن معرقل، وكأنه يريد أن يسلم المدينة ومكة لتلك الشرذمة من إرهاب ميليشيات الحوثي والمخلوع. ولهذا سلوهم لما حاولوا الانقلاب في تركيا على أردوغان، واليوم سلوهم لما يبحثون عن إذلالنا ويظنون أنهم قادرون على ذلك. اليوم سمعتم وسمعنا، شاهدتم وشاهدنا، ظنوا أنهم باغتيال قائد من قاداتنا أو تفجير عبوة ناسفة سيضعون الخوف بين أيدينا. نقول نحن أعلنا أن قطرات دمائنا كما هي كذلك ضخات رصاصنا تعلن القيام مع الحق وفي سبيل الله. نحن اليوم ما جئنا من أجل أشخاص أو من أجل فئات أو من أجل أناس، جئنا من أجل الله والله غايتنا، جئنا ابتداء برسول الله والرسول قدوتنا، جئنا على منهاج القرآن والقرآن دستورنا، جئنا جهاد والجهاد سبيلنا، تبحث عن الشهادة والشهادة أسمى وأغلى أمانينا. سلوا ميليشيات الحوثي والمخلوع لما أقبلت لتقاتل على أطراف مريس؟ ما لها ولتعز؟ ما لها والبيضاء؟ ما لها والجوف؟ ما لها ومارب؟ إنه باطل يريد أن يستعبدنا ويذلنا. وكأني بحديث الفسطاطين الذي تكلم عنهم كل متكلم يوم أن حدث النبي صلى الله عليه وسلم: ستنقسم الأمة إلى فسطاطين،
أفيكون فسطاط النفاق الذي تحدث عنه صلى الله عليه وسلم لا إيمان فيه هم شيعة ذوي إجرام وباطل، ونحن كسنة ودعاة حق؟ قد يقول البعض: وما قولك في جماعات إرهابية تدعشنت وتحوثنت وتقعودت؟ أقول: أجنحة وأذرعة لباطل يريد إذلالنا. ما أمرنا الإسلام أن نقتل ولا أن نعتدي ولا أن نفجر ولا أن نهدم، بل أمرنا أن نحترم الحيوان. دخلت امرأة في هرة، وأن نحترم إنسانية الإنسان. واليوم وجب علينا أن نبقى على الرباط وأن نقاوم وأن نجاهد، ونحن في نقاطنا أو في متارسنا وجبت علينا اليقظة. وإياك أن يؤتى الإسلام من قبلك من في نهم له ثغرته، ومن في تعز له ثغرته، ومن في ذا نياعم البيضاء له ثغرته، ومن في الجوف له ثغرته، ومن هنا له ثغرته، إعلاميا وسياسيا واقتصاديا ودعما بالمال. ولهذا قد أقولها معكم: يا إلهي، نحن أقسمنا اليمين أن نعيش ونموت مسلمين، وعلى درب الجهاد سيعود المسجد الأقصى إلينا، سيعود المسجد الأقصى إلينا. ونقولها كذلك: يا إلهي، نحن أقسمنا اليمين أن نعيش ونموت مسلمين، وعلى درب الرباط ستعود العاصمة صنعاء إلينا، ستعود العاصمة صنعاء إلينا. نعم، سنقاتل، سنجاهد، سنصد الباغي يتبع المعتدي. فجر، دمر، اسمع ما تشيع، فإن لنا شعار قد نرفعه، والشيخ يدعو من الجبارة: يا ربي نصرك على الجحافل، لا نخشى الردى، لا نخشى العدا، فحب الشهادة في القلب نازل. أين المنازل؟ أين المنازل؟ فنحن جنود أبطال بواسل. تحية لكم أبطال المقاومة، تقفون خلف الكاميرا وأقف أمامها، وذاك لأن بقاءكم وصمودكم ورباطكم علمنا أن نتحدث، وعلمنا أن نقول: ما خرجت منا الحروف معنوية إلا يوم أن كان منكم البقاء أشد معنوية. مدين لكم وإن تحدثت، ولن أوفيكم حقكم، فحروفي تخرج بخجل حين ترى أفعالكم ورباطكم. وسينصرنا الله وإياكم على من اعتدى. رحم الله من استشهد منا اليوم، وشاف الله من جرح منا اليوم، وقتل الله كل خائن ومعتد وباغ أراد تدمير الأرض وهتك العرض والاعتداء على الدين. لكننا أمة تحمل عقيدتها وتعيش بدينها وترفض الذل أبدا. بقاؤكم كونوا على استعداد، على أخبة وفي يقظة، واعلموا أن عدوكم لو وجد ثغرة سيحاول أن ينفذ منها، لكنه سيجدكم أمامه بالمرصاد. وأسأل الله أن يعذبه بأيديكم، وأن يقتله بأيديكم، وأن يفضحه بأيديكم، إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم على سيدنا محمد.